السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لحظة نور. النهاردة هنتكلم عن رحلة كل واحد فينا ماشي فيها، سواء حس بيها أو ما حسش. رحلة إلى الله سبحانه وتعالى. كل نفس بيتسحب من صدورنا بيقربنا خطوة، كل يوم بيعدي بيقربنا من النهاية. لكن السؤال، هل نهايتك حتكون بداية حقيقية لسعادة أبدية ولا بداية لمعاناة ملهاش آخر؟ لا إلى الله مش معناها إنك تسيب الدنيا، لكن معناها إنك تعيش في الدنيا وإنت قلبك متعلق بالآخرة. معناها إنك تتعامل مع الناس وتشتغل وتتعلم وتفرح، بس ما تنساش ليه أنت موجود. قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. أي رحلة بيكون ليها استعدادات وليها زاد، وزادك في الرحلة دي هو إيمانك وصلاتك وقرآنك وعملك الصالح. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى هي البوصلة اللي هتخليك ما تتوهش في الطريق. طبعا أي رحلة ليها عقبات، طريقك مش هيمشي من غير اختبارات، طبعا شهوات، ضغوط، ناس بتشدك لورا. لكن تفتكر إنك لو ثبت ربنا هيعينك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا ربنا مش هيسيبك لوحدك. إحنا كلنا مسافرين من غير رجوع. فاكر شنطتك وانت مسافر أي مكان قد إيه أنت كنت مركز إنك ما تنساش أي حاجة؟ طب إيه أخبار شنطتك للآخرة؟ إيه أخبار شنطتك للرحلة الأخيرة؟ افتكر الرحلة إلى الله مش بعيدة. افتكر الرحلة إلى الله مش بعيدة، دي بدأت من يوم ما اتولدت ولسه شغالة لحد اللحظة اللي هتقف فيها قدام ربنا سبحانه وتعالى. دي كانت لحظة نور جديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور طريقنا جميعا، ونكون من الذين قال فيهم سبحانه وتعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. إن شاء الله غدا حلقة جديدة ولحظة نور جديدة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.